المدير ده بيكون قذر، لما بيشوف البنت دي بيرمي القلم على الارض وبيقول لها تعالى هاتش القلم عشان تعبان، بس لما بتقطب بتكون عارفه انه مش كويس وبتحط القلم في رجله، والمدير بيصرخ بس بيمسك نفسه، والبنت بتمشي وبيندى عليها وبيقول لها خدي كل حاجتك عشان انت مطروده، وبتقول له لا مش هتقدر تطردني غير لما تديني سبب الرفض، وبتمشي وبيكون متعصب منها. بعد كده لما بيكون قاعد مع رئيس الشركه البنت بتيجي وبتسلم على ابوها، والمدير بيتصدم لما بيعرف انها بنته. بعد كده رئيس الشركه بيقول للمدير عايزك تعلمها كل حاجه في الشغل عشان هي اللي هتكون رئيسه الشركه في المستقبل، وبيتضايق وبيقول اه طبعا. بعد كده بيقول انا هروح على الحمام واجي، وبعد ما بيقوم بيقول للبنت انا اسف ما كنتش اعرفك، وبتقول له يعني لو كانت بنت عاديه في الشركه كنت عملت كده، وبقول لها ما تفهمنيش غلط، وبتمسك الشوكه وبترميها على الارض وبتقول له هات عشان ضهري تعبني. الولد بينزل يجيبها، بس لما بينزل بتحط رجلها في وشه وبتفضل تدوس على راسه، وبتمسك حبايه وبتحطها في المشروب بتاعه، ولما بيقوم رئيس الشركه بيقول له انت كنت بتعمل ايه تحت، وبيشرب الكاس كله وبيقول له الشوكه وقعت، وبيبدا يحس بالتعب، ورئيس الشركه بيروح يمشي وبيروح يسلم عليه بس ما بيقدرش يقوم، والبنت بتعلمه درس مش هينساه.